حبيباتي اللي بقوا يوحشوني، عاملين ايه؟ فعلا والله بتوحشوني. بص الدريس البيبي بلو ده انا عايزه البس عليه حاجه من فوق وانا خارجه، فكنت محتاره ما بين اكتر من قطعه. اولهم مش عارفه اسمه ايه، انا هسميه عبايه مفتوحه، ده برضو انا اللي مفصلاه، وعلى فكره انا اللي مفصله الدريس لنفسي برضو، وانا اللي عامله النقاب طبعا في البراند. والعبايه دي لبستها فوقيه، مش حاسه باي حاجه. العبايه دي ما تتلبسش غير على عبايه سودا او طقم اسود ونقاب اسود وبس، لكن البسها وتحتيها حاجه ملونه دي حاجه مش حلوه خالص، فلا مش حلو. طب اجرب معاها الجاكيت الجينز ده، بس اقول لكم انتوا عارفين الجاكيت الجينز ده انا بحب البسه تحتيه برضو حاجات غامقه، نادرا لما بلبس تحتيه حاجه فاتحه، بحس كده ان هو مش ماتشنج خالص، بس اهو نجرب. حاسه برضو ان هو مش حلو، مضخمني او انا بقيت ضخمه مش عارفه. هو اعتقد ان اخر خيار ده هو اللي هيكون عليه العين، يعني بقالي كتير ما لبستوش، وحاسه ان اللونين مع بعض كويسين حد ما، بس النقاب اللي هغيره واكيد هلبسه. انا كنت هلبس على فكره لون اسود، بس قلت بقالي كتير ما لبستش البيبي بلو ده، فالبسه علشان احلل لقمته بس مش اكتر، ما يكونش متعلق وخلاص. فحطيته على راسي اهو، وهحطه هلبس النقاب يعني. استنوا هحط اللمسه. انا بيجيلي ستاترنج ليه بجد والله؟ كل ما اجي اعمل فيديو يكون بعمل فيه صوت، يعني بسجل صوت، بيجيلي ستاترنج. الستاترنج ده زي التلعثم كده، تفهموش بقى، مع اني بطلع في الفيديوهات عادي مفيش مشكله. يلا حظكم معايا كده. انتوا عارفين فكره الطرحه دي؟ انا ما كنتش بحب الفها كده خالص، يعني سبحان الله ربنا بيهدي من يشاء. مش عايزه اقول يضل من يشاء، يعني ربنا يبعدني عن الضلال يعني. بس انا ما كنتش ده لبسي خالص. نقاب وكل حاجه، بس انا كنت لابسه احسن من كده بكتير، كنت استر من كده بكتير، كنت بلبس ملحفه وبلبس بيشه وبغطي عينيا وبغطي ايديا. فسبحان الله، يعني انتكاسات القلب دي ما ينفعش حد يتكلم فيها كده هباء. يعني لما تيجي تقول لحد ايه ده انت مبقتش زي الاول، انت انتكست يا عم، ده في مصيبه، ده انتكس قلبه مش قلبه، يعني افعاله جوارحه، بس القلب سبحان الله بيبقى دايما حاسس انه مقصر، وحاسس انه كان في منطقة احسن وعمال ينزل. ان شاء الله منزلش اكتر من كده باذن الله. يعني مش مبسوطة والله، مش مبسوطة خالص. يعني كده كده لابسه نقاب، وكده كده بغطي وشي، وكده كده بلبس واسع، بس فكرة ان في حتة مهمة قوي انا كنت بعملها، وهي بقى يعني زيادة الستر. مش عارفة انا ما بعملهاش ليه. هل انا مثلا اتهبلت؟ مش مش عارفة اخد الخطوة دي تاني. هل انا انتكست؟ بس لو انتكست ما انا مش هحس بالذنب، مش هحس ان انا متضايقه واعصابي تعبانه لو لبست حاجه مضايقاني. بس ادعولي يعني بالهدايه، انا نفسي ارجع البس الملحفه تاني، والبس البيشه تاني، واغطي كل حاجه تاني. ببقى برتاح، يعني بحس ان كده اريح. المهم لفيت الطرحه زي ما انتوا شايفين كده، وطولتها من قدام عشان ما كانتش عجباني الاول. من ورا مش عجباني، بس اهو يعني من ورا اسطر شويه. وعايزه اقول لكم اللي تحت دي بندانه شيفون، انا لابسه بندانه سوري، ودي بندانه شيفون لان انا عندي صداع هيقتلني، مش هيوجع لي عيني، بس انا بقالي فتره جفوني ورمه، وعندي الم فظيع في حواجبي، مش عارفه ده ليه علاقه. كنت بعمل سيرش فعرفت انه ليه علاقه بالغده الدرقيه ونقص بي 12، فيتامين بي 12، والمناعه برضو. فمش عارفه ده ايه علاقته بده كله، بس انا بالفعل انا عندي الثلاث حاجات دي. ففكرة ان انا اصحى من النوم الاقي عينيا ورمة وجفوني ورمة وحواجبي وجعاني ومش قادرة حتى ابص، مش قادرة اشوف. المهم يعني خلصنا اللوك على خير الحمد لله، وغيرت الحزام بتاع الشنطة يمكن ينفع حلو.